ازاي تعرف تعمل انت الترانسفورميشن بتاعتك انت، زي الترانسفورميشنز اللي بتشوفها على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام. ازاي تعرف انت تعمل الترانسفورميشن دي؟ ده اللي انا هقوله لك في الفيديو ده. اولا لو انت متعرفنيش، انا اسمي مازن احمد، وانا عامل الشانل ده عشان اخليك انت تعرف تبني جسم احلامك وتعرف شويه بشويه ديفلوب. انا عرفت اعمل بروجرس من كده لكده في 8 شهور بس. فانا متوقع ان انا هعرف اساعدك انت حبه كمان. لو انت مش عارف تعمل بروجرس في الجيم، او لو انت جربت الجيم ما ينفعش معاك، ممكن اقول لك سولوشنز لكل حاجه انت بتدور عليها. خلينا نبدا الفيديو. اولا، احنا دلوقتي ضد الجسم وحش. بمعنى ايه؟ يعني احنا ضد التخن، او ضد ان انت تبقى رفيع. ماشي؟ يعني انا دلوقتي بحاول اساعدك تبني جسم وخلاص، انت ما تعرفش حاجه غير كده. تمام. انا في طريقتين جربتهم ان انا ابني جسم. الطريقه الاولانيه كانت الجيم، الطريقه التانيه كانت كاليستنكس. خليني احكي لك قصتي عامه وافهمك بقى ايه اللي نفع معايا وليه التاني ما نفعش والكلام ده كله. انا جربت الجيم لثلاث سنين. في الاول كنت بروح مع كوتش، وفي الاول كنت بجرب، ما اعرفش حسيت في حد هناك، وفي الاول كنت بجرب حرفيا كل حاجه. ورحت مع كوتش، وبعدين رحت لوحدي، وبعدين قعدت كتير جدا بكسل. الجيرني مشيت كده بالظبط. اول ثلاث شهور اشتركت مع كوتش، وكنت بروح عادي خالص، كنت مبسوط. كان فكره ان انا كان نفسي اروح جيم طول حياتي، فكنت مبسوط. بعديها اشتراك الكوتش خلص، اشتركت لوحدي لشهر. شويه بشويه بدات اكسل، قلت خلاص مفيش حد بقى يفضل يمسكني، مفيش حد يقول لي ان انت ريسبونسبل ومفروض تنزل الجيم، مفيش حد ماشي عليا بيرن عليا كل شويه. فبقيت اكسل شويه، يقول عندي امتحانات، يقول يا عم مش قادر النهارده، يا عم حاسس ان انا عندي عيان، ولا حاسس اي حاجه كده. وبعدين بدات اروح 3 ايام بدل 6 ايام، بدات اروح يومين، يوم ما بداتش اروح خالص، بطلت اروح تقريبا 8 شهور. السنه اللي بعديها كنت عايز اروح تاني، فاشتركت تاني مع كوتش. السايكل ده فضل يكمل تقريبا 3 سنين ولا 3 سنين ونص، لغايه اما الصراحه قلت خلاص بقى انا زهقت، انا عايز اجرب حاجه جديده. فبشوف على تيك توك وعلى انستجرام والكلام ده، الناس اللي بتعمل حركات اللي نطه فوق البار بقى، واللي بتعرف تلف حواليها، واللي بيعرف يعمل هاند ستاند والكلام ده. وكان كله تحت اسم حاجه اسمها كاليستانكس. فكنت عايز اجربها. فنزلت تحت في حته في الجيم عندي كده، اريا ما فيهاش اي ماشينز ولا اي حاجه، اريا كده كلها فري ويت وكلام كده. وبدات اعمل ديبس بقى واجرب تمارين كاليستانكس. المهم جالي كوتش كاليستانكس، قال لي انت بتتمرن كاليستانكس وبتجرب كذا؟ قلت له اه بجرب كاليستانكس، بس اول مره اجربه وحاسه ممتع وما اعرفش مين. قال لي قشطه، انا كوتش كاليستانكس، خليني اشترك معاك، يعني اشترك معايا يعني، وخليني افهمك كل حاجه. فقلت يا عم اه، هيبقى زي التانيين كلهم وهيفضل يكسل معايا، بس يلا نجرب. المهم اشتركت كاليستانكس، وبقى لي لغايه دلوقتي 8 شهور. الترانسفورميشن اللي انت شفتها في الاول دي هي كلها من كاليستانكس. الصوره اللي في الاول اللي انا وريتها لك دي كانت جيم، ده كان بعد الجيم مش قبل الجيم. ف يعني انا عايز افهمك بس، انا كاليستانكس اللي فرق معايا. مع ان هقول لك الحق، لو انت بتحب الاتنين عشان تبني جسم، الجيم احسن. سكه كده. ليه؟ عشان الجيم بتعرف تتارجت العضله اللي انت محتاجه بالظبط. بالظبط. فاهم؟ يعني انت عايز تمرن العضله دي، فتمرنها كذا بالتمرينه دي موجوده. في كاليستنكس ما فيهاش كل تمرينه لكل عضله. في كاليستنكس انت بتعمل حركات معينه، والحركات دي بتلم كذا عضله في تمرينه واحده. فاهم قصدي؟ يعني مثلا البول ابس، البول ابس دي بتلم عضلات ايدك، بتلم الفورارمز، بتلم البايسبس شويه برضو، بتشغل البايسبس وبتشغل الباك. بس مفيش تمرينه سبيسيفيك قوي على حاجه زي مثلا الابر تشيست. في تمرينه ممكن ديكلاين بوش ابس تمرن ابر تشيست حلو، بس صعبه ان انت تعملها كتير. فمفيش تمرينه خالص اصلا في كاليستنكس تمرن السايد ديلتس مثلا يعني. بس في بودي بيلدينج عايز تمرن سايد ديلتس، اطلع ده الريز على طول. فالفكره كانت ان في عضلات بتبقى ناقصه من كاليستنكس، ما بتعرفش تمرنها عدل، فسكه كده بودي بيلدينج احسن. يبقى ازاي كاليستنكس عارف يبني لنا جسم احسن؟ وليه انا هرشح لك انت كاليستنكس بدل بودي بيلدينج؟ انا ما كنتش بستمتع في بودي بيلدينج. طبعا انت عارف الرول، اللي اي حد بيستمتع في حاجه هيعملها احسن من حد ما بيستمتعش فيها وبيعملها كده وخلاص. بمعنى ايه؟ تعال نقول ان انت داخل ماده جديده في المدرسه، دخل لك ماده جديده او مادتين جداد. واحده انت كان نفسك تجربها طول حياتك، فمبسوط ان هي دخلت وعايز تجربها بجد. والماده التانيه دخلت كده انت مالكش نفس تعملها، بس هي تعملها غصب عنك. انهي هتجيب فيها درجه اعلى؟ مع ان الاتنين لسه جداد عليك وما تعرفش اي حاجه عنهم. انهي اللي تجيب فيها درجه اعلى؟ اللي انت بتحبها. ليه؟ عشان انت بجد بتحبها وعايز تجرب تتعلمها، عايز تجرب تعمل حاجات فيها. طب ماشي يا عم، هديك فكره تانيه. تخيل ان انت قاعد وفي المدرسه مثلا، عارف لما المستر بتاعك في المدرسه ولا حاجه يديك حاجه جديده، مش منهج جديد ولا درس جديد ولا بتاع جديد، يعني بيديك، بيجرب يخليك تلعب او تقرا قصه. ايوه دي بالظبط، خليك تقرا قصه، انت مالكش نفس تقرا القصه دي.
بتبقى اي كلام فيها ما بتفهمهاش، بتطنشها، لما يجي يسالك اسئله عليها ممكن حتى تغلط شويه. بس لو انت قريت قصه من نفسك، لو انت واحد صاحبك قال لك القصه دي جامده فشخ، انا قريتها لسه من اسبوع ولا حاجه، اتفرج عليها او اقراها، وانت قريتها بجد كان نفسك تقراها وعجبتك فشخ، انهي هتكون فاهمها اكتر؟ انهي هتقدر لو اتسالت عليه تقدر تجاوب السؤال كده؟ اللي انت بتحبها. بمعنى ان اي حاجه انت بتحبها هتعرف هتعملها احسن من اي حد تاني عشان انت بتحبها. فاللي بقى بيخليك تجيب ريزلتس، اللي بقى يخليك تبني جسم في دي، ما بقتش فكره هل التمرينه دي احسن انت تبني جسم زي جيم من كاليستانكس، بقت هل انت بتحب ده ولا لا. انا كنت بحب كاليستانكس، انا لغايه دلوقتي بحب كاليستانكس، بس الجيم زهقت منه بسرعه قوي، ما كانش عاجبني، حسيت ان انا بروح زهقان طول الوقت، فكسلت في الجيم. كاليستانكس ما كانش كده، فبنيت ريزلتس في كاليستانكس. فده يعني ملحوظه جامده جدا انا لاحظتها. انا زي ما قلت لك في اول الفيديو، ملحوظه جامده جدا لاحظتها يعني، فكنت عايز اوصلها لك. بس انا زي ما قلت لك في اول الفيديو، انا او احنا دلوقتي اللي انا بحاول اعمله لك، احنا ضد التخن وضد يعني ضد الجسم وحش. انت عايز تبني جسم حلو. انا بالنسبه لي كاليستنكس نفع، انت بالنسبه لك ممكن بودي بيلدينج ينفع. بس انت لو انت شايف ان انت جربت بودي بيلدينج وما نفعش وعايز تجرب كاليستنكس، هو ده اللي انا هعلمه لك بقى في في تاني حته من الفيديو ده بقى. دلوقتي التمارين البيسك اللي لازم تبدا كاليستنكس بيها، اللي هتمرنك تلات ارباع العضلات اللي انت محتاجها، وازاي بجد تعرف تمرن العضلات اللي انت محتاجها عشان تبني جسم حلو. في السبع عضلات في جسمك هيبنوا لك الشكل الاستيتيك، اللي هو الاستيتيك دايما في الناس بتوع الجيم دايما بتلاقي واحد رفيع بس عنده ابز لما يقلع التيشيرت، بتلاقي واحد كبير فشخ ضخم قوي، وبتلاقي واحد في النص كده شكله حلو وهو لابس تيشيرت، وفي نفس الوقت لما يقلعها بتلاقيه معضل شكله حلو. الكلام ده، ده الاستيتيك فيزيك، ده الفيزيك اللي بيبقى بجد اللي بتشوف في افلام بقى، اللي بتقول اللي هو يا نهار اسود ده جسمه جامد فشخ. ففي سبع عضلات لازم تمرنهم عشان تعرف توصل للجسم ده. ايه هم؟ سبع عضلات هم: تشيست، سايد دلتس، سوري ابر تشيست، سايد دلتس، ابز، لاتس، بايسبس، ترايسبس، ابر ترابس. ماشي، خليني بقى امشي لك على التمارين اللي في كاليستنكس اللي هيمرنوا لك الكلام ده. تعال نبدا بالسهل. لاتس، اللي هيمرن لك لاتس في كاليستنكس سكه كده بول ابس. حرفيا اعمل عقله، ما تعرفش ايه العقله الصراحه، ما اعرفش اقول لك اعمل لها سيرش يعني، بول اب حرفيا. تمام. عقله. ماشي. تاني تمرينه ابر تشيست. الفكره في كاليستنكس ان الحاجه اللي بيمرن ابر تشيست هو ديكلاين بوش ابس. ديكلاين بوش ابس اللي هي بترفع رجليك على كرسي ولا حاجه، ولا تحط رجليك على بوكس، ولا ايا كان يعني، وتحط ايديك على الارض وتبقى تلعب بوش ابس عادي. بس دي بالنسبه لي رخمه. بتبقى رخمه ليه؟ عشان اعرف اعلي الوزن في التمرين دي. انا بالنسبه لي بوش اب سهله خلاص، والديكلاين بوش اب زيه يعني اي كلام. عشان اعلي الوزن في التمرين دي لازم ازود وزن على ظهري، والوزن ده ساعات بيقع، فتحتاج تحطه في شنطه. الموضوع شلل قوي يعني. فانا قلت لنفسي انا هلعب انكلاين بنش وخلاص. انكلاين بنش هلعب حته يعني، كل تمرينه احسها ناقصه منها حاجه في كاليستنكس هروح معوضها في الجيم، بس التمرين الاساسي لسه كاليستنكس. ماشي كده، قلنا تشيست ولاتس. عندنا ابر ترابس بتمرنها بحاجه اسمها شراجز، دي برضو الصراحه انا ككاليستينكس يعني حاجه وحيده اللي مرنتها جامد قوي هاند ستاندز، ان انا افضل اجرب هاند ستاندز وخلاص على حيطه بقى، ولا هاند ستاندز عامه. بس ما اعتقدش انت حتى عندك القوه تجرب ده وانت لسه بادئ. فانا بالنسبه لي اعمل شrugs وخلاص، اعمل شولدر شrugs او تراب شrugs، اعمل لها سيرش على اليوتيوب برضه تلاقي كل حاجه. كده مرنا ابر ترابس، مرنا ابر تشيست، لاتس. عندك بايسبس. بايسبس في كاليستينكس زي ما قلت لك العقله كانت بتمرن لاتس، البايسبس هي عقله بالظبط بس بتعمل تشين ابس، تعكس ايدك كده وبتشد كده. ده بيمرن بايسبس جامد قوي، فبيبني لك حته البايسبس. عندك ابز. ابز اصلا مهمه في كاليستانكس عشان لو انت بتلعب كاليستانكس عشان تبني سكيلز برضو على جنب يعني، شفت السكيلز على يوتيوب، شفت الكلام ده وعايز تعرف توصل له انت كمان. فالابز من اهم العضلات اللي تمرنها عشان تعرف توصل للحاجه دي. تمرنها ازاي بقى؟ حرفيا هولو بودي هولدز، دراجون فلاجز. بس دراجون فلاجز لسه عليك هتبقى صعبه، هي ليفل ادفانسد شويه. ممكن تعمل ليج ريزز على الديبس او على البارز على حسب الاسهل لك يعني، وبعدين تصعب شويه بشويه. في تمارين كتيره بس انا اديك اسامي كده. البيسك موفمنتس اللي ممكن تجربها ليج ريزز، وبعدين في الادفانس اكتر شويه منها الست ريزز، وبعدين في الدراجون فلاج. الثلاثه دول يعني بيبدا بالسهل وبيروح للصعب بعدين. بعدين بقى في التمارين اللي هي الاستاتيك، اللي هو الاستاتيك اب ورك اوتس. بمعنى ايه؟ في الاول كان عندك اللي هو الدايناميك موفمنتس اللي الثلاثه اللي انا قلتهم لك. دايناميك يعني تمرينه فيها حركه، لكن ستاتيك تمرين زي بلانك كده، اللي هو حرفيا بتبقى ثابت بس لسه بتحس ان العضله شغاله. التمرينه دي بقى اسمها هولو بودي هولز. انا عامه التمرينه دي بعملها في كل تمرينه بعملها
بشغل الحركه دي قبل ما اعمل استرتشات على طول. انت بتخلص تمرينه وتروح عامل استرتشات وماشي. قبل الاسترتشات على طول اعمل التمرينه دي 30 ثانيه في 3 او 4 على حسب انت قادر تعمل قد ايه. انا بعمل 3 3 ارباع الوقت اصلا، فرقش كتير. اعمل لها سيرش هولو هولز او هولي بودي هولز، كده جامد قوي. كده اتكلمنا على تشيست، لاتس، بايسبس، ابر ترابس، ابز. فاضل لنا ترايسبس، وفاضل لنا لما نعرف لما نوصل لها بقى. المهم يعني ترايسبس بتمرنها بكذا تمرينه حرفيا يعني. بوش ابس بتمرن ترايسب. لو عايز تركز على ترايسب اكتر عندك ال اسمه ايه، عايز تركز على ترايسب اكتر عندك بوش ابس بس دايموند فيرجن، اسمها دايموند بوش ابس. اعملها سيرش على اليوتيوب. بتقرب ايدك لبعض بالشكل كده يعني. انا ماسك المايك فمش هيبان قوي يعني، بس بتعمل شكل دايموند بصابعك وبعدين بتزق على الضيق. ده بيشغل ترايسبس اكتر ما بيشغل تشيست، فممكن تعمل كده. وبرضه لما توصل على ليفل ادفانس شويه ممكن تجرب ديبس. الديبس برضه بيشغل ترايسبس جامد بس بيركز على تشيست اكتر. شوف انت عايز تمرن انهي حته فيها. عندك اخر تمرينه، استنى نعيد على كل حاجه بس عشان ما كنتش نسيت حاجه. قلنا تشيست ادي واحد، قلنا ترابس ادي اتنين، قلنا ترابس ادي اتنين، قلنا لاتس ادي تلاته، قلنا بايسبس اربعه، ترايسبس خمسه، ابز سته. التمرين الاخيره انا اصلا ما قلتلكش في الاول. نك. نك ما بتتمرنش اي حاجه في كاليستانكس تقريبا. في تمرين بس اللي هي دراجون فلاج اللي قلت لك ليفل ادفانسد شويه، بس حتى ما اتمرناش عدل. بس النك بتدي شكل جامد قوي. يعني عارف الناس اللي بتلاقيهم على يوتيوب كده اسمهم سليبر بيلد؟ سليبر بيلد اللي هو بيبقى شكله حلو لما يقلع التيشيرت، بس قبل ما يقلعها انت ما بتلاحظش ان هو جسمه حلو اصلا، بتفتكره شخص عادي، بتتخض لما يقلع التيشيرت. النك دي بقى هو ده السبب. النك بتاعه بيبقى رفيع. اي حد النك بتاعه بيبقى كبير او اولا بيخلي وشك شكله حلو. سكه كده بيخليك شكلك راجل اكتر، بيخلي وشك شكله حلو. ثانيا بيشيل حته السليبر بيلد دي. لو النك بتاعك حلو الناس حرفيا شايف انت مش بتغطي رقبتك، فالناس شايفين على طول رقبتك متوقعين انت جسمك يبقى حلو. فاهم قصدي؟ بيستغربوا لو جسمك مش حلو. فدي حاجه تانية. بس في عضله بقى مهمه قوي 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 في الموضوع ده كله، انا تقريبا نسيت اقولها في الاول اصلا، عوضتها بعضله تانية اتلخبطت يعني. المهم يعني العضله دي سايد دلتس. سكه كده كاليستينكس ما فيهاش اي حاجه بتمرن سايد دلتس، اي حاجه. فمحتاج تعوضها بحاجه، والسايدلز دي مهمه جدا عشان هي اللي بتدي شكلك، بتخلي شكلك عريض، عشان هي اللي بتكبر لجنب فتخلي شكلك عريض. فمهمه جدا 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 جدا. تمرنها ازاي؟ تعمل تمرين اسمها لاترال ريز. دي اصلا تمرين الجيم. انا برضو بعوض زي ما قلت لك في موضوع الابر تشيست والديكلاين بوش اب والبنش. انا بعوض دي عشان دي اصلا ما فيهاش اي حاجه. يعني على التانية كان فيها ديكلاين بوش ابس، دي ما فيهاش اي حاجه في الكاليستنكس. فلازم تعوض باي طريقه بقى ايا كان ايه. فهي دي الطريقه بقى اللي انا بعوض بيها. تعمل لاترال ريزز 3 سيتس في 8 عدات، تعمل فيلير على قد ما تقدر بعد ما اخلص كل حاجه في التمرين. ده اكتر حاجه نافع معايا لغايه دلوقتي. وهقول لك كل لما يجي لي اي حاجه جديده، اي حاجه حاسس ان هي تنفعك اكتر، هبقى اعمل لك ابديت عليها في الفيديوهات اللي قدام. المهم انا كده اديتك كل حاجه انت محتاجها. اعرف بس احنا دلوقتي ضد التخن، ضد الجسم الوحش، ضد الموضوع ده كله، ضد السكيني، ضد كل ده. مش لازم يبقى كاليستينكس اللي يعجبك، ومش لازم يبقى بودي بيلدينج. ممكن يبقى اي حاجه. بس دور على اللي انت بتحبه، عشان مهما كان هو ايه، هو ده اللي بجد هتلاقيه بينفع معاك في الاخر. انت ممكن تكون جربت بودي بيلدينج عشان كل حد بيقول لك روح الجيم وخلاص، فانت بلايند كده رايح الجيم، مش شايف قدامك اصلا. الناس بتقول لك كذا فمجرب. ممكن ما يكونش نافع معاك، تفتكر ان انت عيل. في حته كبيره قوي منها طبعا بيبقى انت بتكسل. بتبقى انت بتقول لنفسك لا انا مش قادر، مش عايز، ماليش نفس. طبعا دي حته كبيره قوي منها، بس حته اكبر كمان. هل انت بتحبه ولا لا؟ هل انت بتحب اللي انت بتعمله، ولا بتعمله عشان ده اللي الناس بتعمله، ولا ده اللي انت حاسس انت مجبر تعمله؟ لو مش بتحبه عمرك ما تعرف تجيب ريزلتس اكتر من حد بيحبه. لو مش بتحبه عمرك ما تعرف توصل للجسم بتاعك وانت بتعمل حاجه انت ما بتنبسطش منها اصلا. فاهم حاجه؟ هل انت بتحبه ولا لا؟ اي حد على يوتيوب بيحاول ينصحك بانه يبني جسم حلو ممكن ينفعك. مش لازم يبقى كاليستنكس، مش لازم يبقى اللي انا بقول لك عليه. المهم ان هو يخليك يوصل للجسم اللي انت محتاجه. يا ريت يكون عاجبك الفيديو. بعمل فيديوهات تانية. الفيديو ده ما لحقتش احط فيه كمان حاجات كنت عايز ازودها عشان هيطول قوي. تقريبا دلوقتي ربع ساعه ولا حاجه يعني. يا رب يكون عاجبك. انا عامل كوميونتي اسمها كالي جانج. الكوميونتي عايز اعمل فيها كورسات، لسه ما عملتهاش يعني، استنى. بس هي في اللينك بتاع الديسكربشن بتاع الفيديو ده. هشرح لك كل حاجه جواها. هي عباره عن ان انا حرفيا هي كوميونتي انا عايز الم فيها ناس زيك بالظبط. اي حد يكون محتاج حاجه، اي حد يقول لك انا مش عارف اعمل الحركه دي، يكون عنده خمسه بيردوا عليه. بيقولوا له يا اسطى ممكن تعملها كذا، ممكن تعملها كده، ممكن تعمل يا جماعه انا عندي مشكله في كذا، ممكن تعملها كده وكده وكده وكده. انا بالنسبه لي الكوميونتي احسن بكتير قوي من الكورس، عشان الكورس بيديك وجهه نظر واحد بس.
كوميونتي بيكون عندك اكتر من 50 واحد بيرد عليك، فاهم؟ تحسها اوبن اكتر وممكن تستوعب منها اكتر بكتير. غير كده انا اصلا اكون حاطط رايي في الكوميونتي. انا هعمل كورسات برضو جواها على على ازاي تعرف تبني الجسم ده والاكل اللي المفروض تاكله، وقصتي كلها بقى بكل الديتيلز اللي انت عايزها. يا ريت يكون عجبك الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي. دايما افتكر اعمل اللي انت بتحبه مش الناس بتقول لك تعمله خلاص.